اللي يدورون على شوربة لذيذة مغذية سهلة سريعة بطريقة جديدة مبتكرة، هذه شوربة الجريش. الطعم مرة لذيذ، أهم شيء إنه مليانة بالقيمة الغذائية. المقادير ظهرت لكم على الشاشة ونبدأ بسم الله. شوربة الجريش تقدرون تسوونها بقدر عادي أو قدر ضغط عادي أو قدر كهرب. أنا اخترت قدر الضغط العادي. طريقتها مرة سهلة، شغلت النار وحطيت الماء الفاتر والجريش المنقوع مدة ساعتين مصفى منه الماء اللحم بعظم. بعدين سكرت عليه الغطا. أول ما سمعت صوت الصفارة كسرت النار وتركت الشوربة ساعة كاملة على حرارة هادية. وبعد ما انتهى الوقت فتحت الغطاء. هذا هو قوام الشوربة، القوام اللي هو مو ثقيل مرة ولا خفيف. طيب جبت الحين البصل هذا أنا حمسته قبل بزيت زيتون، حطيت عليه اللي هو الكاري والليمون الأسود والبابريكا والكركم، خلطتهم مع بعض وحطيتهم على الشوربة. بعدين أضفت الملح، وآخر شيء جبت اللي هو الطماط اللي طبخته مع الفلفل البارد والفلفل الحار. الحين خلطت المكونات مع بعض، شوفوا لي اللون وشلون تغير. طيب الحين بسكر الغطاء بدون ما أضغطه واترك الشوربة ربع ساعة على حرارة هادية. آخر خطوة وقبل ما نطفي على الشوربة ب5 دقايق أضفت الورقيات. أنا حطيت كزبرة، تقدرون تحطون بقدونس، شبت، رجلة. هذه الورقيات ترفع من قيمة الشوربة الغذائية، وممكن تستغنون عنها إذا ما تبون ورقيات. ما شاء الله تبارك الله، قدمت الشوربة مع عصرة ليمون، ممكن تحطون عليها بابريكا شطة حارة. الشوربة ما شاء الله تبارك الله لذيذة لذيذة لذيذة، مغذية يعني، خصوصا بشهر رمضان المبارك. من الشربات اللي تشبع وبنفس الوقت مفيدة، خصوصا لكبار السن، مرة تعجبهم. طبقوها وصحة وعافية يا رب مقدما عليكم جميعا.